مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: فرحة كبيرة اليوم بالقصر الملكي. قبل ما بدأ تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنسوش ديروا جيم الفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. حل اليوم 28 فبراير الذكرى السادسة عشر لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لاله خديجة، وهي مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير 2007، حين أشرقت جنبة القصر الملكي بميلاد أميرة بهية طلعة اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من بين الأسماء اسم لاله خديجة. وبحلول هذه الذكرى السعيدة يستحضر الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي عقب الإعلان عن الميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. فبمجرد ما زف بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ازدياد الأميرة الجليلة، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بميلاد سموها. كما توافد الجميع من المواطنين بشكل تلقائي على ساحة المشوار بالقصر الملكي بالرباط للتعبير عن فرحتهم وتقديم التهاني لصاحب الجلالة بالمولودة الجديدة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.